السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نحن اليوم هذا الفيديو موجهينه إلى الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من منطقة طامن راسد، ومن أهل الجنوب عامة، وأهل طمراست وعيقزام وتنزوة وجانت وليزي خاصة. لك منا تحية يا سيد الرئيس، وتحية كذلك إلى الطاقم الحكومي. اليوم بغينا نتكلموا لك على موضوع، ولكن قبل ما ندخلوا الموضوع بغينا نقولوا لك يا سيد الرئيس تقدم للقدام. بغينا نقولوا لك يا رئيس نحن على دراية على واش راه واقع داخليا وخارجيا. بغينا نقولوا لك يا سيد الرئيس باللي ناس الجنوب ils sont concernés de ce qui se passe à l'intérieur des pays et à l'extérieur, et que nous sommes vigilants et que nous sommes aussi debout. نحن واقفون على حماية الأرض نتاعنا وعلى حماية الوطن. ما فينا في الجنوب اللي يقدر يخدع ولا يخرج من الطريق الوحدة الوطنية تعنينا كلنا، غير القد وكونك متهني باللي العدو ما يجي من جهتنا نحنا. شوف من جهة واحدة ثانية، ما لا من جهتنا نحنا. هذه الحدود اللي رانا فيها نحنا وشبابنا ورجالتنا ونسوينا، غير القد وراك متهني. تحية الوطن. بعد هذه التحية بغيت نقول لك باللي يوم من الأيام كانت حملة انتخابية وجيتنا لطامن راسد. لما جيتنا لطامن راسد نحن قمنا بالواجب نتاعنا كمناضلين كمواطنين كشعب يحب الوطن نتاعو. أنا شخصيا تكلمت معاك وكي كنت أنت ماشي تحت جناح الطيارة في مطار خموك باي، قلت لي يا زوز كلمات ونفكرهم لك. قلت لي يا إبراهيم لا تخلوا الجزائر وما تخلوني. قلت لك روح كونك متهني باللي نحنا توالق صحاب كلمة، وعندنا غير كلمة واحدة إلى الممات. اليوم بغيت نفكرك باللي قلت لنا ما تخلوني وما تخلوا الجزائر وكونوا واقفين واعطوني الخبر. السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل وسلم.